بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الأولى وجزءا من الثانية. الأولى هي أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والقاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وقلنا هذا هو صنيع عباد القبور هذه الأيام، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وكفار قريش اتخذوا الأصنام والأولياء والصالحين وسطاء بينهم وبين الله، وعباد القبور في هذه الأيام يتخذون الأولياء زعموا وسطاء بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. ونأخذ اليوم متى تكون الشفاعة ولمن، وما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية. هل هذه الشفاعة التي يزعمها عباد القبور تنفعهم، هل هي مثبتة أم منفية؟ منفية، لأنها اختلت فيها الشروط. وقد ذكر الله شفاعتين في القرآن، شفاعة مثبتة وهي التي توفرت فيها الشروط، وشفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله أو التي فيها شرك أو التي لم يتحقق فيها الشروط. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تبارك وتعالى رد عليهم بهذه الآية: الذين يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ندعوهم ليشفعوا لنا. الله تبارك وتعالى نفى عنهم هذه الشفاعة بأنهم لا يشفعونهم. قال الله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني لا يستطيعون أن ينفعونهم بالشفاعة ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن لا ينفعونهم ولا يشفعون لهم وهم مشركون. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تقدم معنا في درس التوحيد وفي درس نواقض الإسلام تفاصيل الشفاعة وأقسامها، وهنا ذكرها الشيخ إجمالا أنها شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي زعمها المشركون عباد الأصنام والتي زعمها عباد القبور، هذه منفية. والشفاعة أقسام الناس بالشفاعة من حيث الجملة ثلاثة أقسام: قسم أثبت المثبتة ونفى المنفية، وهم أهل السنة والجماعة، أثبتوا المثبتة ونفوا المنفية كما أثبتها الله، أثبتوا المثبتة كما أثبتها الله ونفوا المنفية التي نفاها الله. هؤلاء من هم؟ أهل السنة والجماعة. وقسم أثبت المنفية والمثبتة، وهم المشركون والصوفية. أثبتوا المنفية التي نفاها الله وعبدوا القبور وزعموا أن أصحاب القبور يشفعون لهم. وقسم أنكر الشفاعة المثبتة والمنفية، فمن هم؟ خوارج والمعتزلة. هؤلاء أنكروا الشفاعة المثبتة والمنفية، وتوسط أهل السنة بين هذه الطوائف فأثبتوا من الشفاعة ما أثبته الله ونفوا ما نفاه الله. الشفاعة المثبتة
هي التي أثبتها الله في كتابه بشروطها وسيأتي ذكرها. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، هذه شفاعة منفية كما طلبها عباد القبور والمشركون، طلبوها من معبوداتهم وآلهتهم، طلبوها من غير الله، لأن الشفاعة تطلب من الله تبارك وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، إذن تطلب منه. ويوم القيامة لا تكون شفاعة إلا بشروط سيأتي ذكرها. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن سأل الآن، من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فهو مشرك. الذي يقول يا رسول الله اشفع لي كافر مشرك، لأنه دعا غير الله تبارك وتعالى. وشروط الشفاعة من شروطها أنها تطلب من حي حاضر قادر بعد إذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. في يوم القيامة يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الشفعاء اشفعوا لنا، فإن أذن الله بالشفاعة شفع الشافعون، وإن لم يأذن الله فهي شفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي فيها شرك، التي يطلبها عباد القبور والمشركون من غير الله. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشاهد ولا شفاعة، هذه شفاعة مثبتة أم منفية؟ منفية. هذه هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى. والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعات واستدلوا بجانب من النصوص بالآيات التي نفت الشفاعة، ولم ينظروا في الشفاعات في الآيات التي أثبتت الشفاعة. وهناك آيات كثيرة جدا في إثبات الشفاعة، فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال والشفاعة المثبتة هي، الآن سيذكر شروطها، هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن شروط الشفاعة أنها تطلب من الله، ورضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع، وأن يأذن الله بالشفاعة. والله تبارك وتعالى لا يأذن إلا بعد تحقق الشرطين السابقين، إذا رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع. والله تبارك وتعالى لا يأذن إلا لمن كان موحدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي انصرف جميع عبادات الله. أما الذي يدعو القبور ويدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا ليس له شفاعة. لماذا؟ لأنه مشرك، والشفاعة تكون لأهل الإخلاص، تكون لأهل التوحيد. وأيضا الله تبارك وتعالى يتخذ شفعاء ليكرمهم، ليس لحاجة إليهم ولكن ليكرمهم ويظهر مرتبتهم ويعلي شأنهم، كنبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. وهكذا غيرهم من الشفعاء في الشفاعات العامة يكرمهم الله. قال والشافع مكرم بالشفاعة، فيأذن الله بالشفاعة ليرحم المشفوع له ويكرم الشافع بهذه الشروط: الإذن من الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع. وقد جمعت هذه الشروط في آية من كتاب الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جمعت شروط الشفاعة. الآن عرفنا الشفاعة، هذه القاعدة رد على الذين يطلبون الشفاعة من أصحاب القبور من الصالحين، وكما تقدم أنها تطلب من الله تبارك وتعالى، فمن طلبها من أصحاب القبور فقد وقع في الشرك. وهي الشفاعة المنفية التي نفاها الله في القرآن، نفاها عن المشركين، وهي منفية عن عباد القبور، لأنهم وقعوا فيما وقع فيه المشركون عباد الأصنام.
قال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هذه القاعدة رد على الذين يقولون نحن نتوجه إلى الأولياء والصالحين، أما كفار قريش فكانوا يتوجهون إلى الأصنام والأشجار والأحجار. هذه رد عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في أناس يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام، قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم جميعا، قاتلهم. لا فرق بين من يعبد شجرا أو حجرا أو صنما أو ملكا أو نبيا، المهم أنه مشرك لأنه صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والذي يعبد الأنبياء والصالحين هذا أشد من الذي يعبد الأشجار والأحجار، أشد من الذي يعبد الأشجار والأحجار. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، هذه من سلبيات المشركين. من سلبيات المشركين أنهم لم يجتمعوا على معبود واحد، بينما الموحدون المؤمنون مجتمعون على إله واحد وهو الله تبارك وتعالى. قال الله: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ضرب الله مثلا لهؤلاء الذين يعبدون آلهة كثر بقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هل هذا وهذا يستوي؟ الذي معه سيد واحد والذي معه سادة هل يستوي؟ لا يستوون. الذي معه سيد واحد يعرف مقصده ومطلبه ويوجهه وينتفع به، بينما المملوك أو العبد الذي عنده سادة كثر يحصل اختلاف وغير ذلك لأنهم يملكون شخصا واحدا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للذين يعبدون عدة آلهة. قال: ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. منهم عباد عيسى، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يعبدون عيسى، ومنهم من يعبد عزيرا، ومنهم من يعبد أولياء، ومنهم من يعبد غير ذلك، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني جميع الطوائف، قاتلوا جميع الطوائف المشركة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يوحد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله مخلصين له الدين. وغدا إن شاء الله نكمل القاعدة ونذكر أدلة عباد الشمس وعباد الملائكة وعباد الأنبياء وعباد الصالحين وعباد الأشجار والأحجار، ثم نكمل القاعدة الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى.